مشاهدي موقع تحيا مصر، برحب بكم في لايف جديد. معاكم شيرين لقوشة مراسلة محافظة الغربية. منذ عدة أيام شهدت قرية كفر سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتة يعني حالة من الرعب. استنشاق عدد من المواطنين مادة أشبه بالأسمنت، وهي مادة غريبة جدا. المادة دي بعد استنشاقها توفى اثنين أشقاء وأصيب 7 أشخاص. الحقيقة القرية هنا عايشة حالة من الرعب بطريقة فظيعة، مش عارفين ايه المادة دي. طب المادة دي عبارة عن ايه بالظبط؟ طب ليه توفى 2؟ ليه 7 أشخاص تانيين أصيبوا؟ طب هل المادة دي مصيرها ايه بالظبط؟ ومين اللي جابها؟ معانا أسرة زوجة الاثنين المتوفيين وأشقائهم علشان يقولوا لنا بقى تفاصيل أكتر عن اللي حصل ايه بالظبط. وكان الله في عونهم طبعا، لأن يعني كل يعني الضحايا اللي توفوا سابوا وراهم عائلات وأطفال، يعني ربنا يكون في عونهم. هنعرف بقى منهم الأول ايه تفاصيل اللي حصل. قلبي معاكم وربنا يكون في عونكم. أنا مش هتقل عليكم في الكلام، ولكن اسمحوا لي الأول إن أنا أكلم الزوجة الأولانية. ويعني أنا عارفة إن أنت حالتك صعبة. أنا قولي اللي في قلبك، قولي اللي في قلبك، قولي اللي أنت حاسة، اللي أنت عايزة توصليه. أنا مش قادرة أتكلم، أنا مش قادرة أتكلم، أنا عايزة أجوزي، أنا مش قادرة أتكلم، أنا عايزة أجوزي، لا خلينا في الموضوع، لا خلينا دي قاعدة من ساعتها بتحاول إن هي يعني تكتم الحزن. مش قادرة. احنا بنتكلم. أنا جاية لكم حالا. الزوجة الثانية وأنت كمان واحدة من المصابين. قولي لي اللي في عينك ده إيه؟ أثر الحادثة، أثر الحادثة ده من آثار الحادثة. طب خلاص هستأذنك امسكي بالك، معلش أنا بتقل عليكي. قولي لي اللي حصل إيه؟ اللي حصل عبارة عن كارثة. إزاي وعينيك عاملة كده كمان؟ مش عارفة. لا يعني أنا بس عايزة أعرف، أنت رحتي شميتي المادة دي؟ هو الله يرحمه كان وزعها وقال لي هاتي جردل المية، فأنا قلت له وزعها اللي هو جوزك. المادة دي ما قالكيش عبارة عن إيه أصلا؟ قال لي أسمنت. وزعها فين؟ في الحتة اللي هي مفحوطة تحت، في حتة كده على الترعة. لا وزعها في الزريبة. تمام. بعدين حصل اللي حصل ايه بقى؟ كان شمها مثلا؟ مفيش، يا دوبك ده انا جبت الجردل من الباب ما كملش ثانية لقيت البقرة وقعت. بنادي على بنتي تجيب لي السكينة عشان تقطع الحبل، عشان البقرة لما وقعت أحمد قال لي تعالوا أنا أحلها، الله يرحمه. فهو بيحلها، البقرة تقلت عليه وقعت. يعني مش قادرة ان انا احل البقرة ولا قادرة انقذ جوزي. دخت انا رخرة وقعت، ما اعرفش حاجة اكتر من كده. جوزك ما قالكيش دي عبارة عن ايه المادة دي؟ هو الله يرحمه يا دوبك جابها، قال انا جبت شوية اسمنت هناكل لقمة ونروح نجيب اكل المواشي ونيجي نعملها. وهو ده اللي حصل. اتغدينا وكنا حلوين وخرجنا وجبنا اكل بهيمنا وجينا عملنا زريبتنا الحمد لله. وجينا اكن ما اعرفش كارثه حدثت، ما اعرفش اكتر من انت كده. شفتي شكل الماده دي؟ انا عايزاكي توصفها لنا. هي مش فاكره والله. لا يعني مثلا لونها ايه؟ خضرا زي الاسمنت. انا عايزاها هو الاسمنت ما اعرفش. لا شفتيها مفروشه على الارض؟ اه. لونها ايه؟
مش فاكره من اثر الحادثه، انا مش فاكره حاجات كتير، مش يعني فاكره من حاجه. اثر الموضوع ده انت كمان ما بقيتيش انا دماغي، انا علاجي ذات نفسه حطيته امبارح، سلفتي ضحكت عليا، اللي انا بقول لها انا فتحت الدرج ومش لاقيه الجلسه، جت بنت سيلفي لقتني بموت، كنت هتنقل المستشفى تاني امبارح، لقتني بموت والله العظيم، لو ما لحقتني كنت هتنقل تاني المستشفى. جوزك اما شم الريحه دي هو طبعا فردها، وهو بيفردها اكيد شمها، وقع من طول على طول؟ لا، امال ايه؟ هو بقول لك هي عباره عن غمضه عين ثانيه هو ما شمش الا لما حط عليها ميه بس. وقع كده من طول. اه. طب انت شميتي انت كمان وانت داخله عليه؟ انا رايحه اساعده، تمام. والله يرحمه كان خايف عشان عندي حساسيه، قال لي لا خليك عشان الحساسيه. لا قرب فشمتيها وقعتي من طولك. لا قولي انا وقعت من طولك. انا وقعت من طول. وبعدين نقلوكي بقى المستشفى؟ نقلوني المستشفى. قالوا لك ايه؟ يعني الدكاتره لما جم كشفوا عليكي قالوا لك ايه؟ انا كنت مش جريانه بنفسي خالص. بعد كده الدكاتره قالوا لك ايه؟ بعد كده لما فقت، اول حاجه سالت على جوزي، على ما اني كنت عارفه اللي هو توفى، بس كنت مش انا راضيه ان احمد يموت. انهارتي بقى؟ حتى ما كنتش عاوزه حشت الاجهزه اللي في ايديها، قلت لهم لا سيبونا حصل، مش عاوزه. طب الدكاتره لما جم كشفوا عليكي قالوا لك انت حالتك ايه بالظبط؟ كان عندي حركات كتير. ايه بقى؟ كنتش بشوف، كنتش بتكلم، كنتش بتحرك، لحد ما سمعت سلفتي بتقولي لامي لازم تخلي بنتك تعيش، وقولي لها امسكي بنتك عشان عيالك. كل ده بسبب الماده؟ اللي احمد توفى، بس انا عرفت من سلفتي. الماده دي هي اللي عملت الاحمرار اللي في عينيكي؟ ادت انها كمان تخليكي ما تشوفيش. كنتش بشوف في العين. قد ايه؟ 24 ساعه ما تشوفش. انا ما كنتش عارفه، هم اللي عارفين ان سيلفي بيرد عليكم. دلوقتي انت بتشوفي بعينيكي؟ بشوف، بس اقرب من حاجه احس ان عينيا من ايدها هي قريبه، اجي امد ايدي الاقيها بعيده، وعينيا على طول مزغلله. انا مش هتقل عليكي، كان الله في عونك. انت طلباتك ايه؟ عاوزه حق جوزي وحق سيلفي وحق المواشي بتاعت اللي ماتت. كام راس ماشيه يعني ماتت؟ هم في الباين يبان ان هم 3، بس هم 5، عشان واحده كانت هتولد بعد شهر وواحده كانت حامله 4. يعني كمان خساره. يعني ما يبانش اللي هم 3، بس في واقع ربنا 5 بحق الله. يعني الخساره كده وقفت عليكي بقد ايه طبعا؟ يعني ما اعرفش، خساره جوزي ما تعوضش اي حاجه، اهم حاجه الاول، انما المال ده ما يهمنيش. انا كان نفسي كل اللي في الحاجه يروح، بس ارجع بضفيرهم، اذا كان سيلفي ولا جوزي. ودلوقتي في الحاله دي انا ولا طولت سيلفي ولا طولت جوزي، عاوزه حقهم الاثنين. لسه الاثنين. موجوده في البيت اللي عندك لحد دلوقتي؟ امال انت عايشه ازاي هناك؟ قاعدين عند الجيران. سايبه انت البيت بقى؟ ده انت طفشتي كده من البيت، خايفه من الماده دي. مين اللي هيعمل لي؟ كان هو سند وكل حاجه. محدش حاول ان هو يشيل لك الماده دي؟ هضره؟ هخلي اخويا مثلا يضره ولا يضر سيلفي؟ اقول لاخويا تعالى اعمل لي ولا اعمل لي يا سيلفي؟ انا عاوزه اللي يعمل لاني انا مرات المتوفي، عاوزه اللي يجي يعمل لي، مش هضر سلايفي ولا اضر اخواتي. انا خايفه، وانا خايفه اروح اتذي عشان خاطر عيالي. مين اللي هيعملهم لي؟ بنتي لسه ما جاتش لحد النهارده، بنتي في المستشفى ما طلعتش لسه. يعني في بنت كمان؟ في بنت مصابه ما طلعتش. شقيق المتوفي او المتوفيين حضرتك؟ طب خلينا نبدا بحضرتك. يعني هي مش قادره ممكن توصف شويه في البدايه كده ايه اللي حصل
والماده اللي احنا بنتكلم عليها دي اوصف لي شكلها. مادة تشبه الأسمنت. واحد رامش مقطورة مخلفات، معرف من مصنع، معرف جاية منين، رميها في الطريق العمومي، وهو جاي من مشوار بتاع التوك توك حود لقى الحاجة ديت، وفيها شكاير قديمة وفيها شكاير متقطعة ومش عارف ايه. ده اخوك اللي لقى؟ ده اخوه جاب شكارة مني، بحيث كان عنده نقر البهايم، عاملة النقر في الزريبة كده عشان يسفلها ويوضب. راحوا اتغدوا هو ومراته، وراحوا جابوا اكل البهايمهم وحالهم، وبعد ما خلصهم قالوا هنسفل الحته بتاع البهايم دي. فردها وبيحط عليها شويه ميه، ما لقاش نفسه، اغمى عليه. البهيم بتاعه اغمى عليه راخر، وقع فوقه. 3 مواشي وقعوا مداخوا ماتوا فوقه. ودي العيال، ومرات اخويا ديت العجله وقعت فوقه، واخويا اللي مات العجله وقعت فوقه. كم عدد حالات الوفاة وكم عدد حالات عدد الحالات اخواتي الاثنين المتوفيين. المصابين حارمني وحارم اخواتي المتوفيين، واخواتي ولي اخ ابراهيم وديت مراتي. وانا من ضمن الناس اللي من الحالات اللي انا اغمى علي، وقعت اتخبطت ما اعرفش ايه ده. لمجرد ان انت شميت الريحه حصل لك ايه؟ دخت، ما دريتش بنفسي، ما دريتش بنفسي انا فين. حضرتك برضو اخو؟ من مصاب. انت مصاب؟ لا اوصف لي بقى، انت شفت الماده دي؟ انا ما شفتش حاجه، انا كنت جاي من على باب الشارع ولقيت صويت، فالواحده بتصرخ، فشفت اخواتي الاربعه، فعلي بالي كده قلت يعود علينا ربنا. وانا بشد اخويا وبعبط من عند اخويا دي، ولسه بشد بقوتي، قمت نايم في ريحه، ما دريتش بحاجه الا وانا في المستشفى. بعد 24 ساعه اغمى علي. بعد 24 ساعه ما اتكلمتش وكنت في العنايه. بعد 24 ساعه وزياده كمان قاموا مطلعين. الدكاتره قالوا لك ايه؟ ما فيش، يعني شخصوا الحالات المصابين ايه؟ مش عارفين اي حاجه. انت انا ما بتكلمش قدامهم 24 ساعه، هيكلموني ازاي؟ يعني 24 ساعه كده ما فيش نطق. انت فقدت النطق؟ فقدت النطق 24 ساعه وزياده، لحد ما عملوا له الاشاعه رنين، ما لقوش فايده برضه، قالوا طلعوا له العنايه مع ال5 التانيين. يعني الدكاتره ما عرفوش يشخصوا الحاله بتاعتكم ايه؟ لا، قال لك كل اللي يعمل يطلع على العنايه، اكنها اوضه على العنايه. وانا عاوز حقي وحق اخواتي، والاخص بحق اخواتي الاول. الماده دي ما سببتلكش اضرار تانية يعني على المدى البعيد بقى؟ صدروا. انا لحد الان طلعنا كلنا احنا المصابين كلنا بناخد جلسات دلوقتي، وبناخد علاجنا في دارنا دلوقتي لحد الان. ما نعرفش هي دي ايه بقى. هننقل على اخو حضرتك. يعني انا عايزه اعرف بقى دلوقتي القصه ايه، وانتوا عاملين ايه؟ يعني انتوا واصلين لايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي عايشين في حاله رعب. لا، والنسوان اخواتي الله يكون في عونهم. هم ومعاهم كل واحده معاها 3 يتم. انا ما بطالبش الا بحق اخواتي اللي ماتوا. طب سؤال، مفيش حد جه من اي جهه من المسؤولين؟ ما حدش مسؤول جه. ما حدش مسؤول جه. الماده دي ما حدش مسؤول جه ياخد عينه حتى من الماده اللي مرميه في الزريبه، واحنا خايفين نخش لها. الماده موجوده فين دلوقتي؟ زي ما هي مكانها في الزريبه، زي ما مكانها، بس احنا دافنينها عشان عيالنا ما يخافوش منها ولا يروح ناحيتها، ما تعملش ريحه تطلع للشارع. احنا خايفين على جيراننا. يعني البيت سايبينه بريحته بحاله بمحتاله، وحاطين عليه تراب. احنا ساكنين عند الناس، عند جيراننا. انتوا سايبين البيت؟ احنا ساكنين عند جيراننا، وخايفين عيال من العيال، ما احنا ما ناخدش بالنا ويروح يتفرج مع عيال برضه مش واخدين بالهم. ممكن يخش الزريبه يروح يتفرج يطب واقع. انا ليه بنت اخويا اتسرعت لحد دلوقتي في طنطا لسه ما جاتش، عندها حاله انهيار. شافت ابوها وامها مرميين، بابا يا بابا، بابا يابا يا ماما، وجالها انهيار عصبي.
لسه لحد دلوقتي بنعالج فيه. انا عايز حق اخواتي، انا لا بص انا باي طريقه عايز حق اخواتي. المادة دي عبارة عن ايه؟ الماده ديت لحد دلوقتي ما شخصوهاش هي عباره عن ايه. شيء يقول لك ماده سامه، وشيء يقول ده شبه بالاسمنت، احنا ما نعرفش. مخلفات مصنع ألمونيوم. مخلفات مصنع، ده كلام اتقال؟ قالوا كده؟ مخلفات مصنع ألمونيوم. ده مين اللي قال؟ وده صاحب المصنع اتاخد ممسوك لحد النهارده، بس ممسوك على ذمه القضيه. احنا بنطالب يعني بتعويض لاولاد اخواتي، وبنطالب بحق اخواتي. ودول اليتامى. مش هينفع ان انا اجيبهم، معلش. انا عايزه كلمه اخيره مني، يعني قول انا عايزه حق. ماشي. قول يا ابو مروان. دي برضه مرات اخويا مش قادره تتكلم، هي اصلا مش قادره تتكلم، هي صعبانه. ده انا كويس ان احنا هي ساكته، ده كل شويه طولته متعيط. دي حقيقه. احنا ده ما يعني الله يكون في عوني. انا عن نفسي راجل مش قادر اتحمل، الله يكون في عونهم. كده بشكركم جدا. يعني احنا كنا بنرصد وبنتابع من قرية كفر الصنباط واقعة يعني صعبة للغاية، استنشاق عدد من المواطنين مادة تشبه الأسمنت أدت إلى وفاة شخصين أخين وإصابة 7 أشخاص، ده غير طبعا الماشية اللي استنشقت المادة دي، وكنا مع أسرتهم. وكده وصلنا لختام اللايف. شكرا وإلى اللقاء.